بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هوريكم في الفيديو ده أخطاء في صرف المطبخ بتخلي بلاعة المطبخ تطفح أو تتسد أو تعمل رغاوي أو تعمل ريحة وحشة، وهوريكم إزاي نعالجها بكل سهولة وبتكلفة بسيطة جدا، ونكون ضامنين بنسبة 100% إن عمر ما بلاعة المطبخ هتطفح أو تتسد أو تطلع رغاوي أو تعمل ريحة وحشة. مبدئيا كده اول ما تشوف شكل المواسير ده عندك في المطبخ اعرف ان في مشكلة عندك في صرف المطبخ، وان البلاعة كده كده اجلا ام عاجلا هتطفح وهتتسد وهتطلع رغاوي وهتعمل ريحة وحشة. طيب ليه؟ دي بلاعة المطبخ رايح عليها ماسورة صرف حوض المطبخ، وماسورة صرف غسالة الاطباق، وماسورة صرف غسالة ملابس. البلاعة دي حجمها بيكون صغير، حتى لو بلاعة كبيرة ارتفاعها 10 سنتي فالحجم بتاعها صغير، ما بيستوعبش كمية المية والرغاوي اللي بتيجي من غسالة الملابس، فبتقوم تطلع رغاوي. تاني حاجة، الحوض او صرف الحوض بيكون فيه بواقي اكل وزيوت ودهون، لما بتنزل في البلاعة بتكتم البلاعة، فالبلاعة بتتسد وبتطفح. ولو غسالة الأطباق اشتغلت مع غسالة الملابس اشتغلت مع الحوض، برضو البلاعة ما هتستوعبش كمية المية فهتطفح. طيب ايه الصح؟ الصح ان صرف الحوض ده يطلع مباشر على الصرف الخارجي، صرف الغسالة تطلع مباشر على الصرف الخارجي، سواء كانت غسالة أطباق أو غسالة ملابس. وان البيبة او البلاعة بتاعة المطبخ تكون وظيفتها الرئيسية والوحيدة ان هي نجمع عليها مية غسيل ارضية المطبخ، وممكن نعمل عليها صرف تكييف، ده سواء كان تكييف اوضة نوم او ريسبشن او ليفينج ايا كان. هوريكم دلوقتي ازاي نعدل الكلام ده بكل بساطة وبتكلفة بسيطة جدا، ونضمن 100% ان ما يحصلش مشاكل بعد كده. ده المطبخ بتاع الشقة اللي تحت اللي انا كنت بصورها، مساحته نفس المساحة وتقسيمته تقريبا نفس التقسيمة. في هنا حوض، في هنا غسالة اطباق، في هنا غسالة ملابس. كانوا معاملين بنفس الطريقة لفوق، ان كل الصرف ده متجمع على البيبة او البلاعة. طب عملنا ايه؟ شلنا العك اللي في الارض ده كله او كل المواسير اللي كانت في الارض، وماسورة صرف الحوض اللي هي دي، ركزوا معايا هتلاقوها طلعت مباشر على الصرف الخارجي، يعني ما مشيتش على الارض وراحت البلاعة. ماسورة صرف غسالة الاطباق برضو بصوا عليها كده هتلاقوها طلعت مباشر على الصرف الخارجي اللي هو الصرف ال3 بوصة الخارجي. ماسورة صرف الغسالة ركزوا معايا كده هتلاقوها نزلت على الارض ومشيت جنب البلاعة، يعني ما راحتش على البلاعة، مشيت على طول طلعت برضو بره على الصرف الخارجي. بكده ضمننا ان مفيش حاجة راح على البلاعة ممكن تطفح، ممكن تتسد، ممكن تعمل ريحة وحشة، ممكن تطلع رغاوي. حتى التكييف اللي جاي من الأوضة اللي جنب المطبخ طلعناه برضو مباشر على الصرف الخارجي، ما راحش على البلاعة. يعني وظيفة البلاعة في المطبخ دلوقتي تجميع مية غسيل الأرضية بس. تعالوا بقى نبص على الصرف اللي بره، هتلاقونا ان هنا ده الكوع بتاع غسالة الأطباق، عملنا فيه باب عشان لو حصل سدد نفتح الباب ونسلك الماسورة. وماسورة صرف الحوض برضو عملنا فيها مشترك حرف واي بباب عشان لو حصل سدد نفتح الباب ونسلك الماسورة. وهتلاقوا في ماسورة تحت اهي ماشية على الأرض وفيها باب، دي برضه عشان لو حصل سدد. وماسورة صرف الغسالة نسلكها. طبعا هو ما عمر ما يحصل سدد عشان الطريقة اللي احنا عاملينها دي، بس بنعمل الباب ده احتياطي او اصول صناعة علشان بس الشغل يكون كامل بنسبة 100%.